أعزائي، أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاستي وبودكاستكم الموضوع كبير. أنا النهاردة مش عايز أتكلم عن كل الولعات خلصانة. لا، أنا عايز بكتب التايتل بتاع الحلقة أي حاجة. عايز أتكلم عن ولا ما أتكلمش عن الموضوع ده؟ لا، خلوني أتكلم عن الموضوع ده. بصوا يا جماعة، بصراحة أي حد بيعمل حاجة يعتبرها الناس عمل فني مش مهتم، او بلاش مش مهتم، بس مش مهتم قوي زي ما انتم معتقدين بآرائكم دي عايدة على اي حد بيتفرج او بيسمع او بيعمل او يعني بيكونسوم العمل الفني. مش بيكون حتى بيكونسوم المصطلح الغلط. بس انا عايز اقول يعني انت هل عمرك رحت لرسام محترف قلت له بقى انت اللوحة الجاية بتاعتك اعملها عن كذا؟ اقول لك امشي. لا، كذا ايه؟ انت عايز ترسم، انت البتاع دي ارسمها، انا مالي انا بالافكار اللي في دماغك دي. فاولاد ويا بنات ويا اي حاجة تانية، لو عايزيني اعمل حلقة عن اي حاجة اعملوا انتوا الحلقة دي. هل انا بعتبر البودكاست ده عمل فني؟ انا بعتبر البودكاست ده مذكرات شخصية. هل انتوا بتعتبروه عمل فني؟ اعتبروه عمل فني. يجي احد الاشخاص يقول لي يا عمر، انت هل وصل بيك الغرور لدرجة انك تقول على البودكاست ده كاميرا كده ثابتة ومايك وبتاع عمل فني؟ يا للدرجة دي يا عمر؟ للدرجة دي انت بقيت شايف نفسك مش عارف ايه؟ يا جدعان انتم مكبرين الموضوع. انا بقول مذكرات شخصية. بستغرب جدا لما حد يجي يقول لي اعمل حلقة عن كذا. طب ما تعمل انت، يعني انا مالي انا باللي انت عايزه. لا، انا مش مهتم خالص باللي انت عايزه بقى. يعني بصوا، انا بدأت الكلام بايه؟ ان الناس ما بيبقوش مهتمين قوي، مش بالقدر اللي انتم معتقدينه ومش عارف ايه. لا 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 لا، انا شخصيا مش مهتم خالص. والبودكاست لا هو تابع لحاجة ولا مش عارف ايه علشان يكون في لازم تتكلم في الحاجات دي، والعشر حلقات الجايين هيبقوا عن كذا وما فيش الكلام ده. انا بعمل اللي انا عايزه عادي. حتى السبونسر شيب، سواء سبونسرز ناس براندات بيدفعوا فلوس او كراود فاندنج باتريون، ليه بلان ان ازاي في الكراود فاندنج في باتريون ان في كل شويه، يعني شوفوا حتى مش عايز اقولها، كل شويه هبقى اخد راي الناس عشان اشوف بس الناس بتفكر ازاي، مش عشان هو ده اللي هيقرر مصير البودكاست الى هو انا بعمل حاجه وانا رايي هو اهم حاجه فيها. الموضوع مش صعب الفهم. لو انت مش عاجبك اعمل يعني. هو الموضوع برضو مش حكر عليا، بالعكس انا احب جدا ان كل الناس تعمل بودكاست. يا سلام. فترة كده قلت لأحد البني آدمين ان انا اخلي مصر كلها، ولا ده كان بوست على فيسبوك، كله خلي مصر كلها تعمل بودكاست. يجي احد الاشخاص يقول لي مذكرات شخصية يا عمر، انت تعيش عليها الدور يعني انا بقول حاجة ومقتنع بيها وبعملها، انت مش مصدقها، انا مالي. انا مش مجبر ان انا اخليك تصدق او ما تصدقش. تمام. فانا مش مجبر ان انا اعمل حاجة علشان الناس عايزيني اعمل حاجة. في اغلب الاوقات لما حد بيقول لي اعمل حاجة عن حاجة، اعمل حلقة عن حاجة، بقول له اعمل انت، ما توجعش دماغي. حتى لو الحاجة دي هي الحلقة الجاية فيها، حتى لو انا اوريدي سجلت حلقة عن الحاجة دي، لا اعمل، مالكش دعوة بيا، ابعد عني. بس دي اقتراحات الجمهور.
مش مهم. لازم حد كان يجي يقول لكم الحقيقه المره. اقتراحات الجمهور دي بصوا اي حق حطوها في البودكاست بتاعكم، تمام؟ حد جالكم قبل كده قال لكم حطوا الحاجات دي في البودكاست بتاعكم؟ محدش جه قال كده. انا بقولها لكم حطوها في البودكاست بتاعكم. معلش، هي الحياه قاسيه، الناس ما بتسمعش لآراء الناس، خصوصا لو الآراء دي يعني مجرد كومنتس اونلاين، لأن الكومنت ده ممكن يكون كاتبه واحد عنده 11 سنة، فاهمين؟ يا نهار أبيض، تتخيل عيل عنده 11 سنة يكتب كومنت فأنت تقراه بقى بجدية وتفكر فيه وتدخل في مناقشة وحوار وتعمل بقى حلقات كتير وتقعد تتكلم، وفي الآخر تكتشف إن ده بطوط صغنن عنده 11 سنة كان بيكتب كومنت. خلاص يعني هو فللأسف آرائكم واقتراحاتكم وتعليقاتكم وكل الحاجات دي عظيمة جدا، بس مش هي اللي بتمشي أي حاجة بيطلق عليها الناس عمل فن. للأسف يعني كان نفسي أقول لكم مثلا إن المؤلف وهو قاعد بيألف بيبقى المؤلف اللي بيفهم وهو قاعد بيألف بيبقى قاعد بيفكر يا ترى الناس لما تقرا الجملة دي هتقول ايه وهيعمل ايه وايه. لا، مفيش الكلام ده. يعني في بوزيشن اي شغلات ماركتينج هم اللي ليهم علاقه بالكلام ده، لكن الشخص اللي بيعمل حاجه بيعتبرها الناس عمل فني. اكذب عليكم؟ عايزين اكذب عليكم؟ بس انتوا اكتشفتوا البودكاست ده بالطريقه اللي انا بعمله بيها ومتابعينه على هذا الاساس. متحاولوش تغيروا، انا اللي هغير، انا اللي هظبط واطور واعمل وبتاع، انا هظبط الدنيا واحده واحده كده ونشوف الدنيا هتمشي ازاي. بس يبقى فيه بس اي سبونسر الاول. انا حبيت اسجل انتري صغننه كده في البودكاست بتاعي عشان الانترنت عندي هباب، وحاسس ان مفيش حلقه نزلت النهارده. يا نهار ابيض، لا في احساس كده داخلي جوايا لازم انزل حلقه دلوقتي. فحلقه قصيره صغننه ولا دي حلقه طويله ولا ايه؟ انا بقعد اتكلم وبسرح بقى وما باخدش بالي انا قاعد بتكلم بقالي قد ايه. تقريبا ما كملتش 10 دقايق. حلقه صغننه بطوطه كده هابلودها بال 200 300 ميجا اللي معايا في الباقه وخلاص.